السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غنقترح لكم فيه وصفه ديال واحد الخبزه معمره كتجي لذيذه بزاف بطريقه جد سهله، وكتجي وصفه اللي ناجحه بزاف ما غاديش تشبعوا منها. كنتمنى ان الوصفه والفيديو ديال اليوم ينالوا الاعجاب ديالكم، ولا عجبكم ما تنسوش ديروا لايك وتشتركوا بالقناه، وبقاو معايا باش تعرفوا المقادير والطريقه ديال التحضير. اذا على بركه الله، اول حاجه بالنسبه للمقادير عندي 3 ديال الكيسان ونص ديال الفورس مع كاس ونص ديال الفينو. غادي نخلطهم. غادي نضيف معلقه صغيره ديال السكر سنيده، معلقه صغيره الملحه، معلقه ونص صغار ديال الخميره الفوريه. غنزيد ثلث كاس ديال الزيت النباتيه اولا زيت الزيتون اللي بغيتو نتوما، وغنبدا نضيف الماء اللي غيكون دافي. بالنسبه للعبار عبروا باي كاس نتوما عندكم، غير هو الكاس باش عبرتو الدقيق هو نيت باش تعبروا الزيت والماء. اي كاس كيف ما كان، غير يكون نفس الكاس هو باش غتعبروا كلشي. يعني تقريبا في الماء غتهز ليا كاس عامر ديال العنبه، وغتهز ليا الكاس الاخر ثلثين منه، يعني فايت النص ديالو. كنبقى كنضيف الماء بشوي بشوي، حيت كل دقيق كاين دقيق اللي تيشرب دغيا، كاين اللي تيخصو الماء كثير، كل وكيفاش. داكشي باش كنبدا كنضيف بشوي حتى كنتحصل على واحد العجينه، حتى كتجمع ليا العجينه في يديا. كنبقى انا اي عجينه يعني بغيت نديرها، واخا نكون مثلا الوصفه معاوداها 2 مرات 3 مرات، كنبقى كنضيف ديما الكونتيتي الماء بشوي، لانه الدقيق كل مره كتاخذ ماركه في شكل، فما كتعرفش شحال الكونتيتي بالضبط ديال الماء. صافي هنايا بعد ما يعني ضفت الكميه كيما شفتوا شحال بقى ليا في الكاس الثاني، فصافي كنجمع العجينه ديالي وغادي ندوز باش غادي ندلكها شويه ديال الدلك حتى كنتحصلوا على واحد العجينه اللي تكون رطبه. غادي نستمر بنفس الطريقه بالنسبه يعني النوعيه الانواع ديال الدقيق. ممكن مثلا تنقصوا من الكميه ديال الفورس وتعوضوها بالقمح، ممكن تنقصوا تحيدوا كاع الفين وتعوضوه بالدقيق ديال القمح اللي كيكون يعني بالنخاله ديالو اولا فرينه. كيبقى نتوما يعني وليكم الاختيار. انا هنايا فضلت نديرها غير بالفورس والفينو، مع انني في الغالب كنديرها بالقمح. هنايا صافي كندلك يعني بهذه الطريقه كندي وكنجي في العجينه. هذه الطريقه كتخلي العجينه سواء العجينه ديال الخبزه اولا ديال الخبيزات اولا ديال البيتزا، كتخليها العجينه تجي رطبه. هذا هو الشكل ديالها والقوام ديالها كما كتشوفوا. كنردها في القصريه وكنغطيها ونخليها تخمر. انا بالنسبه للحشوه في مقله درت شويه ديال الزيت النباتيه وواحد 3 ديال البصلات كبار مقطعين شرائح، خليتهم تدبالوا، ضفت عليهم كميه من الكفته ديال الدجاج. الكفته ديال الدجاج معطراها فيها الربيع، فيها الملحه، البزار، سكينجبير، التحميره، الخرقوم، الكمون والثوم بودره. ولا ما عندكمش ثوم بودره حكوا فيها الثومه عاديه. انا هنا درت 500 غرام ديال الكفته. غادي نخلي لكم التوابل بالضبط في صندوق الوصف، التوابل اللي كنعطر بهم الكفته. يعني التوابل اللي كاينه في اي دار، ما كنضيفش شي توابل اخرى غير الثوم بودر. ما عندكمش كنحمل الثاني، ما كانش عندي ما كيكونش متوفر ديما، فكندير كنحك 2 ريوسات حتى 3 ديال الثوم. صافي هنايا بعد ما تشحرات ليا ديك الكفته مع البصله، غادي نطفي عليهم ونخليهم على جنب وندوز باش نحضر صوص بيشاميل. بالنسبه للبيشاميل ففي كاسرونه على النار عندي 2 معالق صغار عامرين ديال الزبده، كنخليهم حتى كيذوبوا على عافيه متوسطه. من بعد غادي نضيف عليهم 2 معالق صغار ديال الدقيق، يعني نفس القياس اللي درنا زبده هو نفسه غادي نديروه دقيق. يعني غادي نضيف 2 معالق صغار وغادي نبدا نحرك حتى داك الدقيق يعني يذوب ليا في ديك الزبده ويذهب ليا مع ديك الزبده. وغادي ندوز باش غادي نضيف عليه نصف لتر ديال الحليب. وفاش نضيف نصف لتر ديال الحليب غادي نبقى تحريك المستمر. هنا من الافضل تحركوا بحال هكا بشي طراب بحال هاد النوعيه هادو، كيخليو داك الدقيق وما يبقاش يتمكتل هكاك في الحليب. دغيا كي داك الدقيق فاش كتبداو كتحركوا الدقيق دغيا كيمشي في الحليب. صافي هنا ضروري ما تحركوا مزيان حتى يتجانس لكم هذاك الدقيق
جاست يذوب لكم داك الدقيق في الحليب صافي، غير تبدا تتقال وتطلع بغليه وطفيو عليها وخليوها على جنب. هنايا كانت عندي العجينه خمرات، فغادي قسمتها لجوج ديال الكرات بهذا الشيء خويتها من الهواء، وغنقسمها لجوج ديال الكرات اللي غيكونوا متساويين وغنكورهم ونخليهم هكا على جنب. بالنسبه للبيشاميل انا ضفت ليه في الاخر شويه ديال الملحه وشويه ديال البزار، وضفت ليه كذلك في الاخر من بعد ضفت ليه فضلت نضيف ليه حتى شويه ديال الموتزاريلا وهو باقي سخون. ولا اي نوع ديال الجبن عندكم ممكن تضيفوه اولا ما تضيفوهش ماشي ضروري. صافي هنايا خديت الكره الاولى بديت كنطلق فيها، كنستعمل الدقيق ديال الفينو وانا كنطلق. ماشي ضروري اننا نطلقوها يعني دائريه قاده الدائره، لاننا مازال غادي نسرحوها في الطاوه اللي غادي تدخل فيها الفران. كنكون موجده الطاوه فيها بابي كويسون. انايا كيفاش كنهز العجينه فراني كنطويها بحال هكا على 4، كنجيب الطاوه ديالي وكندير فيها العجينه. هاد الطريقه باش كنهز العجينه كتسهل عليا الخدمه وكتسهل عليا انني نهز ديك الدواره ديال العجينه. صافي هنايا كنبدا كنسرحها مزيان بيديا حتى كنتحصل على داك الشكل الدائري. وضروري هنايا ما غادي نثقبوها مزيان بالفرشيط، مزيان 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 كامله باش ما نتجنبوا اي انتفاخ في الفران. صافي هنا غادي نستمر بنفس الشكل حتى غادي نتقبها كامله ديك العجينه اللي عندي، وغادي ندوز باش ندهنها بهذيك صوص بيشاميل اللي كنت وجدت. ما غاديش ندير الكميه كامله، غادي نخلي منها شويه باش من بعد غادي نزين به الوجه ديال الخبزه ديالي. صافي غادي ندير الكميه تقريبا نص الكثير الكميه كنديروه من الداخل باش كيعطيها واحد التعليكه وواحد البنه راه كتجي لذيذه بزاف. صافي هنايا غنستمر بنفس الطريقه وغادي ندوز باش غادي ندير الحشوه ديال الكفته اللي حتى هي غادي نحاول نوزعها بالتساوي. هنايا انا في الحشوه ما درت حتى شي خضره اخرى، درت غير الكفته والبصله لانه كيجيو لذاذ بزاف. ممكن تزيدوا الفطر، ممكن تزيدوا الفلفله مشويه، زيدوا خيزو محكوك اللي نتوما بغيتو، ولكن غير هكا راه كتجي بنينه. بالنسبه للكفته انا كتعجبني فيها بزاف الكفته ديال الدجاج بحال هكا بداك القوام، كتجي لذيذه يا سلام. هنايا كنت طلقت الكره الثانيه بنفس الطريقه باش طلقت الكره الاولى، وكايتا هي هزيتها على هزيتها طويتها على 4 ومن بعد هزيتها. هنايا في الطريقه فكنبدا كنطلع دوك الجنيبات تنطلع الجنيبات ديال الدائره التحتانيه وكنغطيهم بالدائره الفوقانيه. يعني لصقوهم باي طريقه نتوما يا ارتحيتوا ليها، اي طريقه عجباتكم لاصقوا الجنب الفوقاني مع الجنب التحتاني. ديك الساعات فاش غتحطوا الغطاء الفوقاني تاع العجينه راه غيبان لكم كيفاش تلصقوا مع الجنب التحتاني ديال العجينه. بالنسبه للطياب انا كنطيبها في فرن كهربائي درجه الحراره 200 حتى 250 شعله من الفوق والتحت، وكنحطها في اول رف من التحت. بالنسبه للفرن ديال الغاز غتشعلوا عليها غير من التحت، العافيه تكون متوسطه حتى طيب من التحت، وديك الساعات تنزلوها لتحت والعافيه تكون فوق منها باش تحمر. او الا كان عندكم الفرن كيشعل من الفوق فاش ديك الساعات شعلوا عليها من الفوق باش تحمر لكم من الفوق. اللي ما عندهاش فرن كهربائي تيشعل من الفوق لتحت فتشعل عليه من التحت تطيب من التحت، وديك الساعات تشعل عليها من الفوق. هني صافي بعد ما سديت كاع الجوانب فكنضغط بحال هكا باش كنقاد الخبزه ديالي. كنهز فرشه عاوتاني كنعاود نتقبها من الفوق، تنتقبوها تاني مزيان باش كنتجنبوا اي انتفاخ الجهه الفوقانيه، وغادي ندخلها طيب في الفران. ممكن هنايا في هذه المرحله انكم تدهنوها بالصفر بيضاء وترشوها بالجنجلان كباب من ابواب يعني التزيين، او ترشوها بالبافو اللي هما حبوب الخشخاش. انا هنايا ما درتلهاش داك التزيين. هنايا غادي تشوفوا الشكل ديالها بعد ما خرجتها من الفران. هنا كما كتشوفوا خرجت محمره، يعني ممكن ما ترشوهاش بداك صفر بيض والجنجلان وتكتفيو بها غير هكا تخرج محمره، اولا ديروا كما درت انايا. خديت ديك الكميه اللي بقات ليا
ديال البيشاميل، وغادي نسرحها فوق من الخبزة ديالي، وغادي نزيد كذلك كمية من الموتزاريلا وكمية من الجنجلان الابيض. هاد الطريقه حتى هي كتبقى اختيار، يعني ثلاثه الخيارات، يا تدخلوها هكاك غادي تخرج لكم محمره كما شفتوا، يعني انا طابت عاد درت لها هاد الزين هذا ورديتها للفران وخليتيه الفوق مشعول عليها، يا دهنوا بصفار البيض مع شويه ديال الحليب وشويه الخل باش يحيد ديك النسمه ديال البيض، وترشوا بالجنجلان، هادشي قبل ما تدخلوها طيب، يا تخليوها هكا كيديروا لها هاد الزين اللي درت انا. وكيكون هذا هو الشكل النهائي كيفاش كتجي الخبزه ديالنا، راه كتجي لذيذه بزاف، كتجي كذلك رقيقه من الداخل. كنتمنى ان هاد الوصفه والفيديو ينالوا الاعجاب ديالكم، ولا عجبكم ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا بالقناه، والى اللقاء في فيديو اخر باذن الله.